اخطر العاب اطفال في العالم. تخيل ان لعبه اطفال فيها يورانيوم مشع. الكلام ده حصل فعلا في الخمسينات لما شركه جيلبرت نزلت لعبه اسمها مختبر الطاقه الذريه، وكانوا حاطين مواد كيميائيه كتيره ومن ضمنها كان في اليورانيوم باربع انواع سايب لك اساميهم فوق. لا وكمان اللعبه ما اتسحبتش من السوق عشان السبب ده، دي اتسحبت عشان مبيعاتها كانت قليله بسبب ان سعرها كان $60 وده كان سعر غالي جدا وقتها. لعبه الهوفر بورد اللي الاطفال الصغيرين بيركبوها ويمشوا بيها كانت مشكلتها بقى الاساسيه في البطاريه بتاعتها اللي لما بتسخن ممكن تنفجر وتولع، وفعلا في اطفال كتير اتصابوا بسبب كده، وده اللي اضطر الشركه بعدها انها تسحبها من الاسواق. شركه ماتر اللي عملت باربي كانت برضو بتعمل مسدسات ومش اي مسدسات، ده كان مسدس بتحط الطلقه وتيجي في الخزنه بقى بتوصل شريط، الشريط ده كان فيه مواد كيميائيه بتستخدم في صناعه الالعاب الناريه، فمجرد ما تدوس على الزناد هو بيضرب الطلقه باقصى قوتها كانها انفجار. وعندنا بقى في الوطن العربي كان في برضو المسدسات الخرز اللي تسببت في حالات عامه كتيره جدا للاطفال، لحد ما اغلبيه الدول العربيه كان في اولهم مصر منعوا استيرادها.